اوسكش بقى. بنتي دي تحطها في عينك، اوعى تضايقها، لو ضايقتها هزعلكوا كلكم. انا مالي؟ لا طبعا، ده احطها في عيني واشيلها فوق راسي. ايوه كده. دي بقى اختها الصغننه. شكلها حلو قوي. انتي احلى منها بكتير، يعني ما فيش احلى منك بجد، يعني انتي توب التوب. ايوه كده، قال لنفسك. طبعا. ايه ده؟ صحيح التفاحه اللي انتي ماسكاها دي؟ لا، لقيتها هنا، عجبتني قوي. كم مره اقول لك رجعيها مكانها. ايه رايكم نلعب؟ فكره حلوه. انا بقول كده، تلعبي معانا حماتي؟ لا لا لا، انا هقعد على جنب اسمع قرآن واكل شويه اكل. ماشي. عايزه بس اكلم خطيبك في حاجه، وبعد ما تخلص معاه عايزه اكلمك في حاجه، في انتوا الاتنين. تعالى بس. في ايه؟ بعيدي. متاكد ان انت هتتجوز دي؟ في ايه؟ متاكد؟ ايه المشكله؟ بتهزر، دي عبيطه، فكك منها. والله ما اسيبك في البيت. يلا بينا نلعب بقى. عايزاك بقى في موضوع. انت ليه بتقول لماما يا حماتي مع انك لسه ما اتجوزتنيش؟ مش عارف، حاسس ان انا لازم اقول لها كده. قول لها يا طنط او يا ماما. ماما؟ ماما. ماشي. يلا بينا نلعب خلاويص. ماشي. في ايه؟ ما تستخبوا، انت كل ده بتبص؟ يوه، بس يا يارا سيبي التفاحه. التفاحه وانتي لا. بس يا يارا سيبيها. يارا ما تاكليش حاجه من على الارض. يارا لا، يا يارا ما ينفعش كده. ماما اكلت نفس التفاحه. مش قلتلك بس؟ خلاص يا جماعه، خلاص عدت على خير. يلا بينا نلعب. بعد مرور اسبوع من اكل التفاحه، انا بقول كده برضو، انا حابه اعمل الفرح في القاعه دي، وطبعا اهم حاجه الشبكه. ماشي. وبرضو في طلبات كده. ما اتفضلي يا عوزي. لا لازم اقولها لك ونقف. ماشي. الشبكه تكون دهب بعيار 24. ماشي. ويكون عليها الماس، مش اي هبل، الماس اعلى عيار، مش عارفه الصراحه. ماشي من عيني بجد. اسمها ايه البت دي؟ يارا. يا بنت يا يارا، تعالي سلمي على اختك وخطيبها. هاي. ايه ده ايه ده يا بنتي؟ ايه ده انتي مش يارا؟ لا. قلبي. ماما يا ماما، يا طنط. ايه ده؟ انتي ازاي عملتي كده في نفسك؟ ايه ده؟ انا مش فاهمه حاجه. زي تعملوا الحركات الهبله دي هزهق وامشي. يا يارا انتي عاقله؟ يا يارا انتي عملتي كده بجد؟ شايفين ايه؟ ده انتي لو جنيه مش هيبقى شكلك كده، ما تحترم نفسك. يارا حبيبتي، انتي ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ ايه اللي خلاكي تعملي كده في شكلك؟ حبيبتي كان شعرك مش كده، وحواجبك ما كانتش لونها كده، وما كانت شكلك كده، والشمه دي اللي انتي الفيك قوي دي ما كانتش عندك. انتوا مالكوا كلكوا اصلا؟ ايه القرف ده؟ انا ماشيه. رايحه فين؟ رايحه في داهيه، اسكتوا بقى. مش فاهمه ايه ده. نكمل الشروط. نازله بقى. لا اله الا الله. وفضلت الام ايام كتيره تشوف بنتها بتعمل حركات مجنونه جدا، وساعات بتعمل طلاسم وبتعمل سحر وبتعمل حاجات غريبه جدا، لغايه ما اخدت بنتها لنفس الغابه وحاولت تكتشف ايه اللي عمل فيها كده. بس المره دي كان مختلف، عشان اخدوا معاهم اخصائي تغذيه عشان خاطر يعرف ايه مشكله التفاحه اللي اكلتها، عشان ممكن تكون السبب من التفاحه، واخدوا معاهم برضو طبيب نفساني عشان برضو يعرف ممكن تكون التفاح مالهاش علاقه باي حاجه، وان البنت اتجنت فجاه.
ما هو من ساعة بقى ما جينا الغابة هنا بعد اسبوع بالظبط جرالها كده. طب هي حد كلمها على موضوع الكلام ده وكده؟ لا. طب هي ممكن تكون اكلت حاجة غريبة؟ ايوه. في ايه؟ اكلت تفاحة كانت موجودة هنا. يا نهار اسود، ايه ده؟ ازاي تاكل حاجة زي كده؟ معلش، تفاحة شكلها عامل ازاي؟ تفاحة حمراء قوي 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 قوي، كانها متغمسة في دم حرفيا، وكان عليها بذور صفرة كتير قوي قوي قوي، كانها فراولاية. انا اول ما شفتها قلت دي فراولاية بس ما قربتش منها. هي ايه المشكلة يا دكتور؟ التفاحة دي بشعة بشعة بشعة. مالها بقى؟ حضرتك اكيد تعرف عن التفاحة دي. ايوه طبعا، اسمها تفاحة اللعنة. نعم. ايه العبط ده؟ انتوا جهلة دول ولا ايه؟ كان في ساحرة شريرة من آلاف السنين لقت شجرة في حالها، شجرة بتوحد ربنا. فساعتها الساحرة دي قررت ان هي تعمل لعنة غريبة على الشجرة دي. وساعتها فضلت اسبوع كامل بتعمل طقوس وحاجات وبتعبد في حاجات غريبة قدام الشجرة، وبرضو عملت نفس السحر على الشجرة دي. والشجرة دي اتشالت من زمان عشان في ناس كتير كانوا بياكلوا منها لما بيكونوا جعانين وبيموتوا او بيجرالهم نفس الكلام ده. ايوه بيجروا حالات كتير، بس جملي من زمان لدرجة اني نسيت الحالة لحد ما لقيت حالة زي كده. ايوه بالظبط. وبعدين الشجرة دي لما شالوها برضو في تفاح عمال ينزل من منطقة مجهولة مش عارفين هي فين، بس برضو كل مرة تفاح يتساقط وينزل في الحتة دي والناس تاكله للأسف. واللي بياكله بيبقى سليم اسبوع، وبعد الاسبوع ده بيجراله حاجات بشعة جدا. يعني هي دلوقتي في اول مرحلة، المراحل التانية اسوأ من كده بكتير، واخرها ان هي تموت. انتوا مصدقين العبط ده؟ بس انتي العبيطة وجهلة اصلا. المفروض تعرفي حق. لا ما تزعلهاش. كانت بتخلي كانت بتخلي المرحلة التانية تقرب اكتر، والمرحلة التانية اسفل من اللي هي فيها بجد. خلاص. طب وازاي نتغلب على المشكلة دي؟ مفيش غير حل واحد. ايه؟ زي وصفك للتفاحة بالظبط، مش شكلها احمر قوي كده عامل زي دم الغزال؟ ايوه شبه شاكت حضرتك كده بالظبط. اسكت لو سمحت، انا اتكلم براحتي. انت بتعلي صوتك عليا؟ انا دكتور محترم وانا مهندس محترم اكتر منك. خلاص يا جماعه، انتوا بتتعاركوا ولا ايه؟ احنا جينا عشان نحل المشكله مش نتعارك. زي وصفك للتفاحه ان هي لونها احمر قوي زي الدم. ايوه هتجيب التفاحه دي ولازم تضحوا بحد فيكم، والحد ده يكون من دمها ولحمها، ما يكونش حد غريب. يعني قصدك ان حد من دول يموتوا؟ ايوه. وما فيش حاجه اسمها تضحيه واضحي عشانكم ومش عارف ايه، لا. ومن اهم شروط التفاحه دي ان يكون الشخص مش دم مثلا قاطع ايده، مش دم متعور، لا دم بعد كده الشخص مات على طول، والشخص ده ما يتنقص. ليه؟ لان كده انت ما حلتيش المشكله، وكده المشكله هتزيد اكتر. قصدك يا انا يا ايه؟ ايوه صح يا دكتور، ولا انا بألف؟ صح كمان. خلاص يا بنتي. يعني ايه خلاص يا بنتي؟ ايه ده؟ اصل انا عجوزه وخلاص، وانتي شابه لسه صغيره، عندك حاجات كتير لازم تعمليها. بس ما بسش. طب هي جدتك لسه عايشه؟ لا. طب ابوكي؟ ما هو واضح لا. صح. طب هو ما ينفعش بالقرآن خالص او نجيب شيخ او حاجه زي كده؟ للاسف لا. وصيتي الوحيده هي انك تخلي بالك على بنتي وتحطها في عينك وتشيلها فوق نفسك زي ما انت بتقول، وخاتم يكون زي ما انا قلت. حاضر والله اصورهولك، يعني ابعتهولك واتس على قبرك احسن. خلاص. طب هو ما ينفعش اموت بعد ما يعملوا فرحهم؟ انت كده بتخليها تاخد وقت اطول، وبالتالي تخش على المرحله اللي بعديها والمرحله اللي بعديها لازم تضحي ب2 أو 3، وكمان هيكون في شروط ازيد، وكمان هتخسركوا حاجات كتير قوي قوي قوي. خلاص بقى. بس قبل ما مامتها يعني حد يعني خلص منها، فجأة لقوا بنتهم رجعت لطبيعتها تاني وما حصلش اي حاجة، وساعتها كلهم انبسطوا لان ما ضحوش بحد. واخيرا الام هتقدر ان هي تشوف فرح بنتها والولد التاني ده. النهاية.